السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة رابعة. النهاردة معادنا مع Lesson 3 Unit 7، درس جميل جدا جدا وقصة لذيذة قوي. هنتعلم منها شوية حاجات وهناخد شوية صوتيات هتظبط عندنا النطق كمان. يلا نستعد، يلا نبدأ بأول كلمات. هول، فجوة أو ثقب. هول هول هول. دخان، smoke smoke smoke. فئران، mice mice. طبعا مايس دي الجمع بتاعت ماوس، ماوس يعني فأر، مايس فئران. فأر المدينة city mouse. city أصلا يعني مدينة، وماوس يعني فار، فالاتنين مع بعض city mouse يعني فأر المدينة. وفي فأر الريف كمان country mouse. country mouse، وهي القصة كلها النهاردة ما بين city mouse اللي هو فأر المدينة والكانتري ماوس اللي هو فأر الريف. قصة جميلة هتعجبكم. moral 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 اللي هو المغزى الأخلاقي أو الدرس المستفاد. يعني الحاجة اللي أنا استفدتها من الموضوع ده كانت إيه بالظبط؟ إيه اللي أنا طلعت بيه من القصة؟ اسمه المورال. moral. بذور، طبعا دي خدناها في الترم الأول. seeds. أرض ground. صوت voice. سبب أو مبرر reason. نجوم stars. عايزك تقول ورايا وانت بتشوف كده الكلمات. ما ينفعش بقك كده يبقى قاعد ساكت وانت بتستمع بس، لا لازم تستمع وتردد كمان علشان تتعود على نطق الكلمة بطريقة صح. قيمة value. ضوضاء noise. روائح smells. موقف situation. فجأة suddenly. طبعا هناخد النهاردة شوية adjectives اللي هي شوية صفات كده، تعالى نتعلمها كويس علشان لما نقرأ القصة نبقى كل الكلمات عارفينها. مسرور pleased. سعيد أو مبتهج delighted. bright، مشرق أو لامع، bright. خائف scared. نكمل. جميل pretty. عالي الصوت loud، صوت عالي كده loud. مثير أو رائع exciting. أي كلمة كده لو لقيت نفسك متلخبط فيها زي ما قلنا هنقسمها بطريقة بسيطة. exciting. تعال ندخل على conjugation of verbs. طبعا احنا عارفين في regular وفي irregular. regular اللي هي بتنتهي بدي أو ed أو ied. wait ينتظر يستنى، wait ينتظر. الباست waited. يغطي cover. الباست covered. يجهز prepare. الباست prepared. ندخل على irregular verbs، هم 3 أفعال بس معانا. يعطي يدي give. الباست بتاعها gave. يهرب run away. ايه ده؟ دي متكونة من كلمتين، يبقى معنى كده ان انا هغير في الكلمة الاولى تبقى ran away. الباست بتاعها ran away، كلمة away زي ما هي بالظبط كده، يبقى run away الباست بتاعها ran away. يأتي يجي come. الباست بتاعها came. ما تقولش came. كل ده طبعا مطلوب مننا حفظ علشان احنا قلنا هنمشي على الخطة زي ما اتفقنا من اول درس.
الاكسبريشنز والبروبوزيشنز اللي هي التعبيرات والحروف الجر الهامة، ودي طبعا لازم نحفظها. لازم ليه يا مستر؟ عشان بتجيلنا في الجمل وممكن ما نبقاش عارفين معناها لو ما حفظناهاش. مليئة بيه full of full of full of. حان الوقت ليه it's time for it's time for، وبكمل طبعا بعدها it's time for it's time for بصوت عالي جدا صاخب دوشة عالية. incredibly loud incredibly loud يعني صوت عالي لا يصدق، صعب جدا. في الركن بقى كده في الزاوية كده حوالين الزاوية كده اسمها around the corner around the corner around the corner يعود أو يرجع. go back go back go back يرجع. يلحق بالقطار catch a train catch a train catch a train، وهنا حط a علشان الترين القطر ده مفرد، وطبعا أي حاجة مفرد لازم أحط قبلها a أو an. تعال نبدأ القصة الجميلة. القصة متكونة من 3 أجزاء. أول جزء اللي هي البداية اسمها the beginning the beginning اللي هي البداية. طب تعالى بقى أنا عايزك تستمتع معايا. the city mouse فأر المدينة visited the country mouse راح زار مين؟ فار الريف. in his hole in the ground في الثقب بتاعه كده اللي موجود في الأرض. ما هم فيران مش هيزوروا طبعا في الشقة بتاعته. the country mouse was pleased. country mouse بقى اللي هو فار الريف بقى كان فرحان بقى ان هو راح له بقى السيتي ماوس راح له. he gave his friend grass اداله بقى عشب and seeds وبذور. يبقى طبعا هو من كتر ما هو pleased فرحان جدا ومسرور اداله ايه؟ grass and seeds. grass اللي هي العشب والseeds اللي هي البذور. قال له اتفضل بقى. the city mouse said city mouse اللي هو فأر المدينة اللي هو رايح للكانتري ماوس قال له ايه؟ قال له thank you شكرا جدا. you know هل تعلم the city is pretty يعني المدينة جميلة. انت تعرف ان المدينة جميلة and full of bright lights ومليانة بالأضواء الجميلة المبهجة. why don't you come and see why don't you come and see ليه ما تجيش وتشوف؟ ما تيجي تشوف زي ما انا جيت لك كده. تعالى لي المدينة وتتفرج. يبقى احنا هنا دلوقتي الكانتري ماوس هيحاول ان هو يروح لمين؟ للسيتي ماوس في المدينة، مع ان الكانتري ماوس قاعد في مكان هادي وعمره ما راح المدينة. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. The middle اللي هي منتصف القصة. The country mouse was delighted. فار الريف كان مسرور and very excited وكان متحمس جدا. انا هروح بقى المدينة واتفرج واشوف ايه الوضع. يبقى هو country mouse فار الريف هيروح للمدينة. The city mouse stopped eating and said طبعا فار المدينة وقف كده الأكل كده وقال there is no reason to wait مفيش سبب إن احنا نستنى. we can catch a train at 8 ممكن كمان نلحق بالقطار الساعة 8. يبقى نركب القطر ونروح على فين؟ على المدينة بقى. أنا عازمك بقى تعالى اتفرج على المدينة عندي عاملة ازاي. the two friends الأصدقاء الاتنين ran to the train راحوا ناحية كده القطر. خلاص بقى رايحين يركبوا القطر. just as it started to rain لما بدأت كمان ايه؟ تمطر. in the city في المدينة the smoke from cars covered the stars يبقى الدخان اللي طالع من العربيات غطى النجوم. and the noise والضوضاء was incredibly loud يعني بصوتها عالي جدا لا يصدق. the country mouse was scared يعني فار الريف كان خايف جدا من اللي حاصل ده. he wasn't prepared عمره ما كان متخيل ان هو مجهز نفسه for so many new sounds and smells. for لي so many sounds لأصوات كتيرة and smells وروائح. يبقى الروائح والأصوات الكتيرة جدا عملت له دوشة. طبعا هو قاعد في الكانتري جميلة جدا ومرتاح وفي كوايت كده هدوء. the end بقى. تعال نبص على نهاية القصة. ايه اللي هيحصل؟ انا عارف ان انت متحمس جدا ومركز معايا. suddenly فجأة ايه اللي هيحصل؟ a cat's voice said. oh cat's voice صوت قطة.
طبعا الفار بيخاف من القطة. two mice فارين and some bread وشوية عيش. الله، فارين وبعض الخبز أمامي. أهلا وسهلا. run said the city mouse. طبعا city mouse قال له اجري. they ran around the corner. راحوا كده ناحية ايه؟ الزاوية. the country mouse said for الريف قال thank you my friend. شكرا جدا يا صديقي. the city is exciting. المدينة مثيرة. but ولكن it's time for me. ده الوقت بالنسبة لي to go back. إن أنا أرجع to the country. أرجع للريف. and back to where life is good for me. and back to إن أنا أرجع إلى where life is good for me. المكان اللي الحياة جيدة بالنسبة لي. يبقى هو متعود. قال له طبعا المدينة بتاعتك exciting وجميلة جدا. وخد بالك إن الجملة دي مهمة قوي بتاعت the city is exciting. بتجيلك دايما في الأسئلة. the city is exciting. المدينة مثيرة. but ولكن it's time for me to go back. طبعا exciting دي the city is exciting ساعات بيجيب لك the city is ويجيب لك اختيارات. ففي جمل كده نركز فيها كويس. تعال نتكلم على صيغة الجمع غير منتظم بقى. يعني ايه غير منتظم يا مستر؟ مش احنا لما بنيجي نجمع بنضيف اس او اي اس او اي اي اس او في اي اس وعارفين القاعدة بتاعتهم والدنيا تمام؟ لا، في كلمات لما باجي اجمعها ولا بضيف لها اي حاجة هي بتتحفظ زي ما هي. يعني انا بحفظها زي ما هي ملهاش قاعدة. بالظبط كده ملهاش قاعدة والله. اول كلمة معانا هي كلمة ماوس. ماوس يعني فار، ما انا عارفها. جمعها مش ماوسز بقى، جمعها مايس فئران. افوت رجل واحدة، جمعها فيت مش فوت. فيت يبقى a mouse جمعها مايس. a foot جمعها feet. a mouse جمعها مايس. a foot جمعها feet. تعال ندخل على a child. طفل واحد. a child جمعها children. a children. طبعا الحاجات دي انا عايزك تحفظها وتبقى جامد جدا فيها. a tooth سنة واحدة. a tooth جمعها teeth يعني أسنان. يلا بينا بقى ناخد شوية pronunciation عشان نظبط نفسنا بقى في النطق. تعال ندخل بقى على اللونج فاولز زي ال AI. تعال كده نقربها شوية. حرف ال A لما بيجي بعديه I بيبقى الصوت A. rain, wait, train, ate, gave. ماشي. ندخل على الصوت التاني الدبل اي. هنا امتى بقول اي؟ تعال نشوف. لما بشوف دبل اي بس؟ لا، تعال هنشوف كل حاجة. سي هنا دبل اي سي. في اي مع بعض ممكن يدوني صوت الاي. eat. وانا كلمة مي اللي هي انا. seed انا عايزك تكون بتقول ورايا، اوعى تكون بتسمع بس. pleased الاي هنا ادوني صوت الاي. pleased. تعال ناخد حاجة كمان. هنا الكلمة دي ايه القاعدة بتاعتها؟ القاعدة بتاعتها ان حرف الاي لما بيجي في الاخر طبعا ما بيتنطقش، ولكن بيخلي الحرف المتحرك اللي موجود يتنطق باسمه. يعني حرف الاي الصوت بتاعه ايه. طيب اسمه اي. تمام. هنطقه بقى ايه؟ هنطقه باسمه. اسمك ايه؟ اسمي اي. خلاص هقول عليك اي. يبقى مايس. لو خدناها صوتيات صوت الام الاي هنقوله بقى اي. السي اي مايس. وحرف الواي ساعات لما بيجي في الاخر بيدي صوت الاي. ماي. excited light. ايه ده القاعدة دي؟ هنا بقى لما بيجي اي وبعدها الجي اتش بيتنطقوا كلهم على بعض زي حرف الاي بالظبط، زي اسم الاي. هقول اي light.
وقت time. time ليه قريناها I؟ علشان في اي في اخر الكلمه. احنا قلنا الاي في اخر الكلمه ما بتتنطقش، بس ليها لازمه طبعا، بتخلي الحرف المتحرك يتنطق باسمه مش بصوته. لامع bright bright bright. وهنا خد بالك اي جي اتش مع بعض زي ما اتفقنا، اي جي اتش كل ما تشوفهم تنطقهم اي. delighted delighted life life life. تعال ناخد اخر حاجه معانا، صوت ال او. ال او ايه ده؟ هنا الاو بنطقه باسمه. مش احنا قلنا اللونج فاولز؟ هي اللونج فاولز هي دي. اللونج فاولز هي ان انا بنطق اسماء حروف اثناء النطق، يعني بنطق اسم الاي وبنطق الاي وبنطق الاو. هنا بقى الاو نو نو يذهب جو. طب هو حرف الاو صوته ايه؟ او او او. طيب يبقى انا ما ينفعش اقول نو والجو، لا بقول باسمه نو جو. وهنا يعرف زي كلمة نو بالظبط، نفس النوت بتاعها نو نو. الكي هنا سايلنت. ليه سايلنت يا مستر؟ لأن الكي في أول الكلام لو بعدها إن الكي مش بتتنطق، زي كلمة نايف نفس الكلام برضو. دخان سموك سموك. ايه ده؟ هي دي هنا وقف يا مستر وقف يا مستر. هنا في اي في الاخر وفي حرف متحرك عشان كده نطقناه باسمه بالظبط كده. يبقى طبقنا القاعده هنا برضو على دي، يعني الاي لما بتكون في الاخر بتخلي الحرف المتحرك يتنطق باسمه. اي حرف من الحروف المتحركه A E I O U اي حرف منهم. smoke smoke. وهنا hole hole hole. هنا عندنا بس 3 كلمات عايزك تبقى عارفهم، اكبر من واصغر من ويساوي. اكبر من bigger than، اصغر من smaller than، يساوي the same as. مطلوب مننا ان احنا نحفظهم. نعيدهم تاني. bigger than smaller than the same as. طبعا احنا bigger than و smaller than احنا اتعودنا عليهم في النص الاول لما كنا بناخد صفات المقارنة، لما بنقوله er than bigger than smaller than. يبقى bigger than أكبر من، smaller than أصغر من. bigger than أكبر من، smaller than أصغر من، the same as يعني يساوي. يبقى bigger than أكبر من، smaller than أصغر من، the same as يعني يساوي. ال3 حاجات دول مطلوب ان انت تحفظهم. وهقول لك حاجه جميله جدا، ان احنا كده خلصنا درسنا، خلصنا lesson 3، وان شاء الله الدرس اللي جاي ان شاء الله هيبقى اخر درس في الوحده ال7. وواحده واحده كده هنلاقوا ان المنهج بيمشي معانا جميل، بس نطبق الخطه، نحفظ الكلمات ونحفظ تصريفات الافعال ونحفظ التعبيرات والحروف الجر الهامه، ونقرا الفقره كويس ونلخصها كمان. شكرا جدا ليكم، ونلتقي ان شاء الله المره اللي جايه.